حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. عاملين ايه؟ طمنونا عليكم، وحشني خالص كده والله، وحشني جد الدنيا دي كلها. ربنا يا رب ما يحرمني منكم ابدا ويخليكم ليا. بصوا، انا صراحه مش حابه يعني ايه انزل فيديوهات يوم الجمعه كده، عشان بقى ايه اريحكم مني شويه كده. تعالوا بقى ايه نبدا روتيننا النهارده، نشوف هنعمل ايه مع بعض. روتين قوي كده هيشجعك، يعني هيشجعك. يلا بقى كوبايه الشاي بتاعتك لو بتشوف الفيديو. ممكن تكوني ناسية حاجة، ممكن تكوني مكسلة على حاجة كده، تشوفي الفيديو بتاعي وانا اشجعك كده. يا رب اكون بشجعكم واكون برضو ضيفة خفيفة كده على قلبكم. تعالوا بقى نبدأ كده. بس بصوا، قبل ما ابدأ بقى بتمنى كده لو اول مرة تشوفوا قناتي ما تنسوش تشتركوا وتنوروني وتشرفوني، واللي دايما حبايب قلبي منوريني ومشرفيني ما تنسوش تحطوا اللايك. عايزة اشكر كل اللي بيدخل لي جديد في القناة، وعايزة اشكر حبايب قلبي اللي دايما بعلقوا لي ويكتبوا لي تعليق حلو ودعوة حلوة. ربنا يا رب يسعدكم زي ما بتسعدوني بكومنتاتكم العسل وكل حاجة حلوة. كنت بصوا كل حاجة حلوة في حياتي كده من يوم ما فتحت القناة. وبقى لي اخوات كده في القناة، ويا رب كده عيلتنا الجميلة تكبر كمان وكمان، ونكون عيلة كبيرة خالص كده. بصوا والله العظيم عايزه اقول لكم ان انتوا بتكملوا حياتي كده، ان انتم وجودكم شرف ليا في القناه وعلى راسي كمان. وربنا يا رب يشفي كل مريض ويدي كل محتاج وفك كرب كل مكروب وسد دين كل مديون ويرزق كل مشتاق يا رب بالذريه الصالحه يا رب. اللهم امين يا رب العالمين. وربنا يوفقكم كده في اي حاجه انتوا بتسعوا فيها. ربنا يوفقكم اي حاجه بتحلموا. اللي عنده امنيه ربنا يحققها له يا رب. تعالوا بقى، بص انا عارفه ان انتوا بتحبوا التنظيف. قلت هنضف الفرخه الحلوه دي معاكم. هننضفها، وبعد كده هنعمل ايه؟ هنعمل شوربه خضار، وهنعمل ملوخيه، هنعمل رز معمر، هنعمل غدا اليوم النهارده معاكم. وكمان هنعمل ايه؟ هصور لكم، كنت عامله جرس طريه برضو هتشوفوها في اخر الفيديو كده. بصوا بقى مش عايزه ايه، هقول لكم على حاجه. الفيديو ده صراحة كان يوم الأربعاء. أنا ما نزلتش يوم الجمعة، تمام. كنت مصورة اللي هو إيه، محضرة الغدا ده يوم الأربعاء. بس خلاص جيت بقى يوم الخميس. عملت ايه؟ بسم الله ما شاء الله. يعني بصوا عملت والله حاجات في اليوم ده. بس انا انطحنت كده، يعني ايه، تعبت خلاص في اليوم ده. بس الحمد لله عملت حاجات ياما. كنت بقى ايه، قمت الصبح كده. الصبح بدري والله بدري كده. آه، طلع الولاد طبعا قومتهم، عملت لهم حضرت لهم السندوتشات بتاعتهم، وطلعوا راحوا المدرسة. بيطلعوا الساعة 6:30. انا بقى من 6:30 فتحت بقى الشباك، وبدأت ان انا اروق اوضة الولاد، وروقت كمان البلكونة. وبصوا بقى خليت الدنيا بتبرق كده، خليت اوضة الولاد دي بتبرق. وكمان عملت ايه، جيب بقى بعد ما خلصت. طبعا انا بادية من الساعة 6:30، خلصت بقى بدري خالص. عملت بقى شوية رقاق طريين عملتهم في الفرن الغاز، وعملت كمان شوية جرس طرية. بص بقى اليوم كان كله بركة كده ونشاط، وكان حلو خالص كده والله. عملت شوية حاجات. وغير بقى ترويج الشقة وده كله، كان كل حاجة كل ما اعمل حاجة كده اعمل حاجة. وكان عندي شوية تصبين، بس ايه، علقت الغسالة كده. الشاهين ده كانت غايبة في اليوم ده من المدرسة. قامت بقى ذاكرت شوية كده، وقلت لها خلاص انا هعلق لك الغسالة على ما اروح نخبز الرقاق وكده، تكون انت غسلتي لي شوية الهدوم. غسلتهم وحطيتهم في الصالة. وانا جيت بقى ايه، خلصت الرقاق وكده، وبعدين عملت ايه ربي، نشرت الهدوم. وبعد كده بقى عملت شوية جرس طري. يعني بصوا، بس اللي عايزه اقول لكم الصحيان بدري ده رزق، رزق وخير. وبصوا بقى، واليوم بيكون طويل. اليوم بتحسين انه هو اتضاعف مرتين. كده كده احنا اصلا المدارس خلاص فتحت بقى، وبنقوم بدري وكده ما تناميش تاني. يعني لما تقومي مثلا تطلعي الولاد وكده وتعملي لهم سندوتشاتهم وتدخل وتصلي وتدخلي تنامي تاني، لا ما تناميش. خلصي كل اللي وراكي كده، وحضري الغدا، وحضري اي حاجة حلوة كده للولاد. بصي وخلصي، وبعد كده ادخلي نام عادي خالص. هيجوا بقى الولاد هتحط لهم مثلا ياكلوا كده، هتكوني فايقة، كل بيتك نظيف وشقتك نظيفة. وعلى فكرة لو قمتي كل يوم عملتي مثلا الروتين اليومي ان احنا نروج السراير، نروج الشقة، نكنس الشقة بالمكنسة الكهرباء، ده كله عملتيه يوميا، هتحسي دايما ان بيتك نظيف. مثلا روقتي الحمام يوميا، هتحسي دايما ان بص كل حاجه نظيفه عندك كده. ما تسيبيش المطبخ مثلا مكركب. امسكي كل جزء كده، كل يوم همسك جزء انضفه. مثلا اوضه الولاد مره، المطبخ نص المطبخ هنضفه، اللي هو مثلا ممكن اغسل الشفاط البوتاجاز. ممكن اغسل النهارده، امسك التلاجة اروقها كده، اطلع الحاجات اللي ملهاش لازمه فيها واروقها. اغسل فرشة المطبخ. بصي كل يوم اعملي حاجة.
مثلا وانت بتحضري الغدا كده، ولعي الاكل بتاعك وابتدي بقى روجي اي حاجه، والله هتحسي ان الدنيا فايقه معاكي وان انت مرتاحه نفسيا كده. لكن طول ما انت نايمه والدنيا مكركبه حواليك هتحسي ان الحياه مش حلوه، مش هتبقى لها طعم اصلا. لازم ان احنا نقوم كده، وهتحسي دايما ان انت مريضه، ان انت تعبانه. والله كل الايام دي كله تعبان، بس صحتك في شغل بيتك وفي حبك لولادك وده انا عن نفسي واحده كده يعني. انا رغم ان انا والله الله اعلم بالواحد، بس عندي ولادي عندي بالدنيا، بعمل لهم كل حاجه بحبوها. يعني بص بقى، لما الولاد مثلا يرجعوا يكونوا في المدرسة كده ويرجعوا يلاقوك عاملة حاجة حلوة كده، بصوا بيكونوا مبسوطين. والله أنا عن نفسي الولاد كده يعني، عملت لهم بقى كل حاجة بحبوها. لأن أنا بص بقالي يومين كده بعمل نواشف، عملت الكفتة معاكم، كنت عاملة شاورما، كنت عاملة كبدة كده بقى. قلت لا أنا هعمل بقى إيه، كان عندي فرخة كده دبحتها، وقلت هعمل لهم شوربة، وأعمل لهم شوربة خضار وملوخية وكده يعني. هما صراحة بيحبوا شوربة الخضار. وعملت صينية رز معمر، وبص الغدا كان تحفة. وكمان عملت بقى ايه، بس في اليوم ده ما عملتش غير كده. تاني يوم بقى بس انا هنزلت لكم دلوقتي اللي هو الجرس، الجرس يعني طريقة الجرس وكده، عملتها معاكم يعني، كملت الفيديو بيه. لكن انا كنت عاملاه تاني يوم صراحة يعني، مش هكدب عليكم. هنا بقى ايه، حطيت الفرخة، وبعد كده حطيت لها البهارات. طبعا انا عاملة معاكم اكتر من مرة الحاجات دي. وكنت بقى ايه هنا كده، كنت طلعت شوية بسلة غسلتهم شطفتهم كده، وكان عندي جزراية قطعتها عليهم. وهنقطع بقى الكوسه، هم عندهم بيعشقوا الكوسه. بص يعني ولادي ما كانوش بيحبوا الكوسه الاول، لكن دلوقتي بنوعها لهم، اعملها لهم مثلا طبيخ كده على لحمه، اعملها في شوربه الخضار، بكتر بقى في شوربه الخضار لان هم بيحبوها. شوربة الخضار بس اعمليها، اهم حاجة تكون الشوربة بتاعتك حلوة، ما يكونش مثلا الطير بتاعك فيه زفارة كده. حاطه الطير في الفريزر، طلعيه يفك الاول، وبعد كده تيجي ماسكاه ضحكاه كده يعني ايه، غسلاه تاني بليمون وملح، وبعد كده بقى تطيبيه. ما تحطهوش مثلا، مش تطلعي مثلا عندك فرخه في الفريزر، مش تطلعيها على طول على الميه، على طول على التشويح، لا، خليها تفك الاول واغسليها كويس من التلج اللي فيها، وكمان اغسليها بليمون وحاجات من دي. ما يكونش بقى الحاجه هتبقى طعمها لها طعم حلو كده، الشوربه هتبقى طعمها حلو. انا عن نفسي بنبقى غسلهم غسله حلوه خالص، وبحطهم في الفريزر، وبعد كده بطلع الحاجه اغسلها تاني من الفريزر. تكون بقى لما الشوربه تكون حلوه وطعمها حلو، هتعملي اي حاجه، هتعملي شويه طبيخ، هتعملي شوربه خضار، هتحسي بقى ان الشوربه طعمها حلو. عندك مكعب بقى ممكن تحطيه على شوربه الخضار كده، بيديها طعم. عملت بقى ملوخيه كمان وصينيه رز معمر. طبعا ما عملتهاش معاكم لان بصوا انا عملتها مليون مره على القناه، ان عندنا احنا بنحب الرز المعمر صراحه يعني. عندي بقى الحليب وكده، على طول بنحط رز، ما بحبش اسلق الرز خالص يعني، مكروني. بس صراحة انا بقالي يعني اسبوع كده ما عملتش مكرونة. المكرونة بقى اتوفرت عندي، بس عايزة اعمل لهم مكرونة بشاميل. واعمل مكرونة بصلصة هفف عليها صراحة، اعمل مكرونة بصلصة كده، مع بيض مع بطاطس مقلية، او مثلا رز كده مع بيض مع بطاطس مقلية. انا هفف عليها الاكلة دي صراحة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. يلا اللي ما صلاش على النبي كده يصلي على النبي. بحب دايما اصلي على النبي كده معاكم في الفيديو، والله العظيم اكتر حاجه بحبها ان انا لما نيجي مثلا لما انتج لكم الفيديو دايما بحب اصلي على النبي كده. بصوا بذكر ربنا كده في يعني في الفيديو، بنبقى ناسي حاجه ان نصلي على النبي نفتكرها على طول. هنا كان عندي شويه المواعين دول، بقول لكم ان في شويه مواعين لازم اغسلهم، مش هسيبهم عشان الحوض يفضل نظيف. ما تسيبيش وراكي مواعين، اغسلي طبقين 3، اغسليهم في الحوض عشان الدنيا ما تكونش مكركبه. ودايما تكوني بتحبي المطبخ كده، طالما المطبخ بتاعك مش مكركب بتخشي تعملي كل حاجه. بصوا ولادي عاملينه، بصوا هم اصلا النهارده بقى، انا كنت بمنتج لكم النهارده الجمعه وهم اجازه، عمالين بقى يخبطوا في بعض. انا قافله عليهم الاوضه اصلا، قلت لهم مش عايزه ولا نفس، بس في اكيد في الصوت، انتوا سامعين الصوت ده في الفيديو يعني. اللهم صل على النبي. هنا بقى الفرخة كانت طابت، هنحط بقى شوربة الخضار وهنزودها، والملوخية كمان هنعمل ملوخية وبس. بصوا انا كنت بقول ايه يا ربي، اه لا اله الا الله، نسيت.
عملت بقى ايه ده بقى كان يوم الجمعة. عملت ايه يا رب يوم الجمعة؟ عملت برضو، عملت لكم روتين حلو كده. انا حاسة ان يعني انا عندي كده فيديو كمان، لاني صراحة يوم الجمعة ده ما بنزلش بقى، بوفر معايا فيديو انزله لكم بقى، هيكون احتياطي كده، لاني ساعات بنبقى تعبانة ما بنبقاش قادرة ان انا اصور وكده، انزل لكم بقى الفيديو الاحتياطي ده. عملت النهارده ايه؟ كنت عامله ايه يا ربي؟ كنت عامله بقى محبشه كده، عامله شويه تحابيش. كنت جاليه بطاطس وبدنجان في صلصه، وكنت شاويه برضو بدنجان في الفرن. آه وعامله ايه تاني يا ربي؟ وعامله بيض بقى مقلي بقشطه كده بس كنت عامله الحاجات دي يعني. وجبنه بقى قديمه وجبنه بيضه جريش، عاملاها في طماطم كده عليها شويه زيت. بصوا الاكل كان النهارده تحفه. وعملت الكروتين برضو حلو خالص كده، هنزله لكم. خليكم بس معايا كده، وروتينات ان شاء الله باذن الله هتعجبكم. ويا رب اكون تحت حسن ظنكم في الفيديوهات اللي انا بنزلها، وكمان تعجبكم كده. وعايزه بقى ايه، بس انا عايزه دعم كبير منكم كده في القناه، ان انتوا تكتبوا لي كومنت حلو وتحطوا اللايك كمان عشان عائلتنا الجميله تكبر. ونكون عينة كبيره كده، وان شاء الله باذن الله. وان شاء الله القناه هتكبر باذن الله. يعني عندي يقين في ربنا كده ان هو ان شاء الله هيكرمني في يوم من الايام، مش النهارده مش بكره. بصوا اي يوم اي يوم انا يعني مش هيأس، ودايما دايما هنزل لكم فيديوهات، لان انتم كلامكم العسل ده بشجعني ان انا انزل لكم فيديوهات. بصوا وانا بصوا القلب للقلب، والله انا بحبكم. وزي ما قلت لكم برضو ان انتوا بتكملوا حياتي ودايما كده مع بعض، وبحب دايما اتكلم معاكم. بصوا انا كنت بمنتج لكم الفيديو، انا في اليوم ده ما كنتش فاضي. يوم الجمعة ده صراحة بحس ان هو ايه، بعدي بسرعة كده، مش عارفة صراحة. قلت جيت بقى، كانت انا صليت المغرب وقعدت بقى منتج لكم الفيديو صراحه يعني. ما كنت بمنتجه العصر. يا رب بس ينزل بكره، لان النت فاصل عندي، وان شاء الله باذن الله هينزل يعني. هنزله لكم يوم السبت. ايه رأيكم بقى في الغدا؟ حاجة كده بسم الله ما شاء الله. ولا صينية الرز كانت، بصوا بقى كنت مكترة لها سمنة، وكانت بتبرك كده، وكان طعمها حلو صراحة. وحمرت الفرخة بقى في الفرن تحت الشواية. وطبعا الخضار، وحطيت طبق خيار كده. ما عملت السلطة في اليوم ده. وده كان غدانا، يا رب كده يكون عجبكم. وتعالوا بقى نعمل شوية جرس طرية. بص حبيبة قلبي اللي كاتبالي آه ان الرقاق كان ناشف، عملتيه على البوتاجاز وكان ناشف. بص مش عارفة بقى، ممكن انت تكوني مثلا يكون هو مثلا عجينته لابسة يعني مش طرية، او ممكن انت تكوني موطية النار، او مثلا الايدام بتاعه شوية، مش عارفة والله. انا بصوا هنا انا حطيت شوية لبن، وحطيت سمنة برضو، سمنة زبدة. حطيت معلقة كبيرة من اللي هي السمنة النباتي دي. جنة صراحة السمنة دي حلوة يعني، انا بحس ان السمنة النباتي دي بتدي لمعة كده للعجين يعني. اول حاجة انا حطيت الملح، وبعد كده حطيت شوية سكر كده، كل حاجة بايدي كده. اني بصوا انا واخدة اصلا متعودة على ان انا ايه اعجن الحاجة في، يعني لما تتعودي وكده مرة اتنين تلاتة الحاجة مش هتطلع معاكي حلوة، بعد كده ايدك هتاخد على الحاجة. انا حطيت اللبن، وحطيت مثلا ايه يا رب تاني، حطيت السكر. ممكن يعني الكمية دي تحط عليها مثلا نص كوباية سكر. السكر على فكرة للجرس الطرية بيخليها حلوة. وحطيت ملح، وحطيت مع كيسين خميرة فورية، وكيس كان ناقص شوية بودر. وبنبتدي بقى ان انا نقلب. لو عايز مني دقيق تاني بحط له دقيق. معس خلاص يعني ايه. ولما بقى بصي لما السمنة، بتحطي سمنة ماشي. لو بقى العجينة بتلزق في ايدك جامد، يبقى الايدام بتاعك شوية. العجينة سابت ايدك كده وايدك بتلمع، يبقى انت الايدام بتاعك كده مظبوط، اللي هي السمنة يعني. وعلى فكرة البولة كده بصي لما تبتدي، اهم حاجة تعجني تلتي بقى. بصي لت اللي على قد ما تقدري. اهم حاجة العجين لو عجنتيه كويس وحلو هيطلع معاكي زي العسل. مش ان احنا نلف وخلاص واسمنا عجنة، لا اعجني ياما، اعجني لما تلفيه كله كده وتلاقيه. بصي العجينة ناعمة كده تحت ايدك وماسكة نفسها كده وحلو. هنا بصوا كل ما يعوز مني دقيق، لان طبعا انا حاطه اللبن الرايب، ما حسبتش اللبن قد ايه. كل ما يعوز مني دقيق بحط له يعني. لما تكون العجينه ايه حلوه كده، لا هي اللي مثلا جامده تحت ايدك خالص، ولا هي اللي طريه خالص، يعني حلوه متوسطه كده. تمام.
وممكن ما تكتريش، ممكن تحطي بس كوبايتين لبن رايب، عليهم مثلا نص كوبايه سمنه، عليهم كيس خميره فوريه، معلقتين سكر، شويه ملح. خلاص تحطي بقى ايه، تبتدي تحطي مثلا الكوبايتين اللبن رايب ممكن ياخدوا معاكي 4 كباب دقيق. يعني جربي كده، كل مدى زودي العجينه، زودي شويه الدقيق، زودي اللبن، لحد ما ايدك تاخد على الكميه اللي انت عايزه تعجنيها. انا بصي لو اعجن طبق مليان، يعني لو اعجن مثلا 6 كيلو دقيق، 7 كيلو، انا عارفه الايدام بتاعهم، لان انا عارفه العجين اصلا ماشي ازاي، شكله بيبقى عامل ازاي لما مثلا بيخمر، لما بيكون ايدامه مظبوط. هنا كانت العجينه خمرت، بص هنفتحها كده هتلاقيها ايه، عامله من جوه مفضيه كده من جوه، يبقى العجين بتاعك خمر. لازم حجمه يتضاعف كده، يعني العجينه اللي انت عجناها هي حته صغيره كده، لازم حجمها يتضاعف. هنا بقى طلعت عجنته خبزته. بص بنمسكه نكوره كده كور صغيره، وبعد كده يسيبه يرفع شويه، وبعد كده نبطه على السجان. ويبقى ما بنوطلوش النار بتاعت الفرن، النار ايه بين البنين، يعني لا هي اللي عاليه ولا هي اللي واطيه. بصوا كان شويه جرس، ولا الطعم بقى والايدام بتاعهم مظبوط. انا صراحه الجرس الطريه دي بحب اكتر لها سمنه يعني. وممكن لو عندك قشطه بقى تحطي لها قشطه كمان، هتحليها لك كمان وكمان. كانوا بصوا، رغم ان انا والله العظيم انا عجنتهم، هم المفروض شكلهم كده مش عاجبني اصلا. ليه؟ لان انا بططتهم من هنا وولعت الفرن من هنا، ما اديتهمش فرصه ان هم يرفعوا. لكن لو رفعوا معايا مثلا، لو غيبتهم مثلا 10 دقايق كده على الصجان او ربع ساعه، كانت الجرصه هتجيب، بصوا حجمها اتضاعف كده. انا بقى كنت مستعجله وخبزتهم على طول، ولعت الفرن على طول اول ما خلصت تبطيط. حاسه بقى شكلهم، بصوا شكلهم مش حلو، مش زي الجرس اللي بعملها كل مره. عارفين بنقول عليهم بتبقى مجوره. مجوره يعني ايه، حته مش زي حته كده، عندنا في الفلاحين بنقول عليها كده. لكن الجرصايه الحلوه بتبقى لون واحد، ما فيهاش النقط دي. بس عايزه اقول لكم والله العظيم كانوا شويه جرس تحفه. يعني زي ما بقول لكم كده، حط مثلا زي كده يعني كيلو دقيق، عليه مثلا كوبايتين لبن رايب، عليه هتزودي، هتعرفي بقى ايه الكميه دي خدت منك قد ايه. بعد كده طب الكميه دي انا عايزه مثلا نضعفها، نحط قدها ونحط قد دي. عايزه نزودها حاجه بسيطه، نزود مثلا، لما نزود حاجه بسيطه الدقيق نزود اللبن الرايب حاجه بسيطه برضو. بص انا ما كنتش حاطه لبن رايب على فكره بحاله، كنت حاطه شويه حليب برضو، وكنت حاطه شويه ميه. هنا خلاص بقى هندخلهم الفريزر، وعمل لي كميه حلوه بسم الله ما شاء الله. وهنا بقى نكون وصلنا لنهايه الفيديو، يا رب الفيديو يكون عجبكم. واكون برضو ضيفه خفيفه كده على قلبكم. حبايب قلبي ما تنسوش تشتركوا وتنوروني وتشرفوني، واللي دايما كده منوريني ومشرفيني ما ينسوش يحطوا اللايك. هنا بقى اقول لكم ايه، في رعايه الله، مع السلامه. بصوا بسم الله ما شاء الله، يعني حاجة زي العسل.